السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. واليوم مع فيديو ديال حلويات، هاد المره ديال مولي كيك اللي هو لا باز ديال اي كيك لاير كنبغيو نصايبوها. راه تيجي احسن من الجينواز، كيجي لذيذ وكيجي معلق. لهاد الوصفه هذه غادي نحتاجو 330 غرام ديال الكريمه السائله وبالالا ولا اي كريمه سائله تكون 30% من الافضل. 4 ديال البيضات كاملين، 330 غرام ديال سنيده، 330 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، 12 غرام ديال خميره الحلويات، واحد قريصه الملحه، وواحد 50 غرام ديال الكاكاو. بالنسبه لهاد المقادير هادو فصالحين المول اللي فيه 18 سنتيمتر في القطر ديالو. ها هو نوريكم كيفاش داير. فوالا ديجا صايبته. وقبل ما ندوزو لطريقه التحضير ما تنساوش تخليو لي جيم باش الفيديو يوصل بزاف الناس، والا بغيتو تسولوا على اي حاجه خليوها لي في لي كومونتير، وتشتركوا في القناه بالنسبه للناس الجداد. اول حاجه غادي نبدا الكريمه نطلعها. الكريمه خصها تكون بارده مزيان مزيان باش تطلع لكم مزيان. صافي كما كتشوفوا هاي الكريمه ديالي طلعت. فهنايا بالنسبه للوقت ماشي مهم، المهم هو انكم تشوفوا الكريمه ديالكم فاش تولي دايره فحال شي رغوه. ديك الساعه تحبسوا، ما خصهاش تجي عاوتاني طالعه بزاف بحال شي شونتيه تجينا واقفه بزاف. خصها تجي غير بحال هكا. هانتوما هذه هي التكستور اللي خصها تكون. فوالا هذا هو القوام. دابا غادي ندوزو للبيض. هنايا 4 البيضات وضروري خصهم يكونوا بحراره المطبخ، ما يكونوش خارجين من الثلاجه. ندير معاهم هنايا قريصه ديال الملحه، وكنزيد داك السكر. كما قلت لكم انا عندي 300 غرام السكر، اللي كيبغي السكر شويه ناقص يدير قل. المرحله الثانيه غادي ندوز نطرب البيض مع قريصه المليحه وسنيده. هانتوما كما شفتوا البيض كيفاش طلع. بالنسبه للتطريب المده تقريبا 10 دقائق حتى كيولي البيض، حتى كيولي البيض بحال هكا بيض، كيتبدل اللون ديالو. يعني يطرب واحد 10 دقائق بحال هكاك. ودابا غادي ندوزو نزيدو الطحين والخميره الحلويات والكاكاو، كاع النواشف كنزيدهم في هذه المرحله هذه. وضروري ما تغربلوهم باش ما تبقى عندنا حتى شي تكتلات في لاباط ديالنا. خميره اي حاجه ناشفه خصها تغربل. وغتخلطوا، حاولوا تخلطوا بشويه باش هذاك البيض ديال البيض اللي طربنا ما يهبطش. تقدروا ديروا بالطراب الكهربائي. ودابا غادي نبداو نزيدو الكريمه تدريجيا. كتبداو بحال هكا كديروا غير بشويه من الفوق للتحت. نحاولوا ندخلوها مزيان في لاباط ديالنا. دابا غنزيد اخر كميه ديال لاكريم.
كما كتشوفوا راه لا تيكستور ديالها ولا القوام ديالها غادي وتيخفاف ملي كنبقاو كنزيدو في الكريمه. يدي ضراتني قطات ثقيله. دابا غندوزو نديروه في لاباط. بالنسبه للمول ضروري ما تكونوا دايرين له البابي كويسون. درت قبل الزبده باش الزبده عاد درت بابي كويسون باش يلصق مزيان. الا بغيتوا الطريقه ديال الطريقه كيفاش تقادوا هذاك الدائره التحتانيه راه كاينه في الشورت عندي في القناه. كما كتشوفوا القوام ديالها داير بحال هكا. ضروري تحاولوا تقادوها هكا غير هكا من الفوق بمعلقه بحال هذا الشكل باش تجينا مقاده في الفران. صافي غادي ندخلها الفران اللي يكون مسخن على 160 درجه ديك ساعه و10 دقائق. هذا هو المولتن كيك من بعد ما خرجته من الفران. نتوما شوفوا جاي متساوي من الفوق ما جايش مقبب وتبارك الله طلع والريحه ديالو كتحمق. ها هو كما كتشوفوا من بعد ما حيدتلو من بعد ما خرجته من المول. دابا غنحيد له هاد لو بابي كويسون غنحيدو وغادي نلوي عليه السلوفان باش يبقى ليا طري وغندخلو للثلاجه. ما ديرو ما تحيدوه من المول ديالو حتى يولي دافي، ما تحيدوش ملي يكون سخون. راه معلق كيحمق. نتيجه فريمون هائله. كنصحكم تجربوا هذا الكيك راه صادق 100%. غير تبعوا المقادير اللي عطيتكم. ها هو المولي كيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الثلاجه. كما قلت لكم ملي خرجته من الفران خليته غير يتهبط مزيان وانا نلويه في بابي اليمونتير في السلوفان ودرته في الثلاجه وبات ليله كامله. دابا النهار الثاني عاد نبدا نخدم به. هانتوما كيبان معلق. ها هو الشكل النهائي ديال المولي كيك من بعد ما قطعتها. شويه صعيبه في التقطاع على حساب هذا عندي ماشي براتيك بزاف احسن هذاك الاخر. المهم هما تقطعوا ليا مزيان. كما كتشوفوا راه معلق ومشكلط وبنين بزاف. ما تصوروش شحال بنين والوصفه ناجحه 100%. راه ما كيتفرتت ما حتى شي حاجه. كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. ما تبخلوش عليا بلايك وشكرا للناس اللي ديما تيخليو لايك وتيشجعوني. شكرا لهم بزاف. واللي مازال جديد ومازال ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. بسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.